أهلا بيكم معايا في قناة حكايات ماما ميرو. النهاردة إن شاء الله هنتناول مشكلتين مهمين جدا بيقابلونا مع أولادنا. مشكلة البطء في حل الامتحانات ومشكلة التسرع في الإجابات. المشكلتين دول ممكن يخلوا أولادنا ما يحققوش أعلى الدرجات ويخليهم يحسوا بقلة الثقة بالنفس بسبب إن هم ما حققوش اللي نفسهم فيه من توقعات. تعالوا نعلمهم ازاي يحلوا مشكلتهم وبنفسهم يديروا الأزمات من غير ما نعمل لهم أي مشكلات. وقبل ما نبدأ حكاية جديدة من الحكايات، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا شير لكل حبايبكم عشان ناس كتير تستفيد وعشان يوصلكوا كل جديد من حكايات ماما ميرو. يلا يا ميرو خلصي، الوقت انتهى يا بنتي. كل زمايلك سلموا الورق الا انت. ثواني يا ميس، قربت اخلص اهو. لا خلاص، انت خدتي اكتر من وقتك. هاتي بقى الورقة. يا ميرو بتعيطي ليه بس؟ انا ما لحقتش اخلص الامتحان، خايفه اجيب درجات وحشه. بس انتي شاطرة يا ميرو وعارفة كل الإجابات، ليه ما حلتيش الامتحان كله؟ ما انا عارفه ان انا شاطره بس ما لحقتش اخلص. يا ستي معلش، المرة الجاية ان شاء الله تتدربي تحلي أسرع من كده. برافو يا ولاد، اجاباتكم جميلة ودرجاتكم كويسة قوي. بس فين ميرو؟ ايوه يا ميس، انا انت يا ميرو كل الحاجات اللي انت حلها صح، بس ليه سايبة السؤال الأخير من غير ما تحليه يا حبيبتي؟ واضح ان انت شاطرة. ليه سبتي السؤال الأخير؟ ما لحقتش احله يا ميس، انا عارفاه بس ما لحقتش احله. محتاجة يا حبيبتي تمرني نفسك على وقت تحلي فيه الامتحانات. ازاي يا ميس؟ يعني يا حبيبتي هاتي امتحانات وهعملي لكل سؤال وقت معين، ومرني نفسك واحدة واحدة هتوصلي للوقت المطلوب وهتحلي بسرعة أكتر من كده. حاضر يا ميس. هاي يا ميرو يا حبيبتي، عملتي ايه في الامتحان النهاردة؟ يا ماما ما لحقتش احل، ما جبتش الدرجه النهائيه. شفتي يا ميرو، مش انا قلتلك حلي أسرع من كده؟ معرفش بتغيبي ليه في الحل مع انك عارفة كل الإجابات. ميس قالت لي اعملي لنفسك وقت لكل سؤال وتتدربي كويس على الامتحانات. والله يا ميرو فعلا الميس عندها حق، احنا بنهتم بالمذاكرة وان انتي تحصلي المعلومة وننسى ان احنا نحل امتحانات ومرنك على الامتحانات. خلاص يا حبيبتي، بعد كده نخلص مذاكرة بدري شوية ونعمل وقت مخصوص للامتحانات ونتمرن عليه. ايه يا احمد، ما وريتنيش درجاتك ليه؟ ومالك متضايق ليه كده؟ بصراحة يا ماما درجاتي مش كويسة. ليه يا احمد؟ ما احنا مخلصين يا ابني المنهج كله مع بعض. كان في أسئلة أنا كنت عارفها بس حليتها غلط عشان ما قرأتهاش كويس. شفت يا احمد التسرع؟ قلتلك اقرا السؤال مرة واتنين وتلاتة وحاول تفهم السؤال عايز ايه عشان تجاوب الإجابة المطلوبة. شفت يا احمد؟ ما بتسمعش كلامي ليه؟ أعمل إيه يا ماما؟ أنا بقى مفكر إن أنا فهمت السؤال. بص يا حبيبي، اقرا السؤال بالراحة وواحدة واحدة واقراه تاني لغاية اما تتأكد ان انت فعلا فهمته صح، وانا هدربك كتير عن الموضوع ده. يلا نبتدي من دلوقتي ونفهم مشكلتك ايه بالظبط. يلا يا سيدي، بعد ما قرينا بقى الفقرة دي عايزاك تطلع لي منها مد بالالف. كلمة بيها مد. صديقه. طب فكر كده كويس، صديقه ده مد بس مد بالايه يا احمد؟ صح يا ماما، ده مد بالياء. واللي انا طلبته مد بالالف مش مد بالياء. عرفت مشكلتك في ايه؟ انك مركزتش انا عايزه مد بايه، انت ركزت في ان انا عايزه مد وبس. لازم تركز وتفهم السؤال للاخر، ما تتسرعش. حاضر يا ماما، هركز. يا ماما شاكر. شفت لما فكرت شويه طلعت المد المطلوب. يبقى انت محتاج ايه يا احمد؟ محتاجة اركز المطلوب ايه بالظبط. طلع لي كلمه فيها حرف مشدد. حرف مشدد يعني ليه شدة؟ افكر اجيب حرف مشدد اهم.
برافو عليك. لو استمريت على كده التركيز عندك هيزيد والتسرع ده هيروح خالص، تفهم السؤال عايز ايه وتمشي وراه واحدة واحدة يا حبيبي. برافو عليك. واهم حاجة يا احمد انك تتعلم من غلطاتك وتشوف ايه مشاكلك في كل امتحانات تخش، ومرة على مرة مستواك هيزيد لغاية ما توصل للمستوى اللي انت محتاجه.